بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الواجب الوجود دائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود، والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم ضمن قناة أكاديمية التغريد. هذا أول درس راح نديره في القناة، يكون كمدخل إلى تغريد الحسون وكيفية انتشار مصطلحات التغريد في شمال إفريقيا بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة. هذا الدرس يكون بمثابة مدخل إلى دروس تعلم تغريد الحسون للتعرف على تسمية النوطات الحسون في شمال إفريقيا والجزائر بصفة خاصة كما تكلمنا، حيث نتطرق ولا نشوف هذا الدرس بعد دراسة معمقة حول التغريد وتسمية النوطات، باش نكشفوا كشف بعض الحقائق حول أصل التغريد وكيفية انتشاره عبر الوطن. بطبيعة الحال أردت أن يكون هذا الموضوع كمقدمة ومدخل للدروس القادمة ضمن قناتي اللي ذكرت اسمها أكاديمية التغريد. راني وضعت الرابط أعلى المنشور، اللي باغي يزور القناة ولا يشترك بالقناة فضلا وليس أمرا. علاش درت هذا الدرس؟ فمن غير المعقول أنني نغوص في تسمية نوطات الحسون دون أن تكون ولا أن نكون على دراية مسبقة بأصل التسميات. مش معناتها ديريكت نجي نقول لكم قالوبي ولا جزرات ولا طروجي وانتم ما على بالكمش بلي تسميات الاصل تاعها كيفاش جا ولا كيفاش حتى لحقت للجزائر. قبل ذلك نشوفوا الطائر الحسون. الكل يعلم انه هو الحسون من فصيلة الشرشوريات، له تغريد عذب رخيم. شغل كي يبدأ يغرد يلفت الانتباه، الأمر الذي جعل منه هدف للتربية والتجارة في قديم العصور. هذا الطائر انقسم إلى زمرتين. الزمرة الأولى ذات الأصل البريطاني يسموها كارديليس بريطانيكا. هذه الزمرة ظهرت بالجزر البريطانية. والزمرة الثانية يسموها كارديليس باروباتيس ولا باروبانيس، كما هكا تصيبها شغل الكلمة مش عارف أنا، أعتقد اسبانيولية ولا كما هكا باروبانيس. هذا الزمرة الثانية. كان ينظر للحسون بصفة عامة على أنه رمز القوة، التحمل والصبر، كما كان في أوروبا كرمز للمسيحية. كانوا شغل يربوه بزاف، يشوفوا فيه الصبر والتحمل، ورمز شغل من الديانة تاعهم المسيحية. وفيه أيضا في الحسون تاع أوروبا كان فيه عدة أنواع، منها البارفا المحلي هذاك الإيليغون الأنيق، والشغل كان فيه النوع تاع المحلي والمهاجر. كان في المعظم ينتشر في دول أوروبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، ومنها دول مثل إسبانيا، تركيا، فرنسا، حتى هولندا، على خاطر اشتهر في القرون القديمة في هولندا وكانوا يرسموه بزاف. لو كانت تروح تشوف بعض الرسومات واللوحات الفنية تلقاه في المجتمع مرسوم دائما الحسون. شغل في المجتمع تاعهم كانوا تقريبا يكون في كل بيت يكون حسون، لخاطر كان يرمز هذاك الحسون الى المثابره والقوه والتحمل والصبر. والرمز تاع المسيحيه كان في كل بيت في المجتمعات الاوروبيه تقريبا تصيب ناس مربين الحسون، سواء مربينهم في الاقفاص ولا ربط الحسون مباشرة بواسطة الخيط. كانوا يستعملوا بزاف يربطوا الأرجل يديروا الأرجل تاعهم، يربطوا الحسون عندهم طريقة باش يربطوا الأرجل تاع الحسون، يديروا له المنزل تاعو ويخلوه عايش على برا. لو كان تتبع أشرطات قديمة كتلقى الحسون ما عندوش كاجا، شغل دايري له خيط ودايري له الدار تاعو. والحسون من الطبيعة تاعو يكون ذكي انتيليجون، يجبد الماكلة اللي يديروا له البيدون تاع الماء يجبدوا باش يشرب. كان كما هكا يربوا الحسون. الفترة التي انتشرت فيها تربية الحسون في أوروبا سنوات 1100 ميلادي تقريبا. كان في هذه السنوات شغل ظهرت انتشار في ثقافة تربية الحسون في أوروبا. وأول من نقل ثقافة تربية الحسون إلى شمال إفريقيا هم الإسبان، تحديدا في الفترة بعد سقوط غرناطة والأندلس عموما سنة 1492، فترة الكاردينال
كاسيماناس ولا شي يسموه، راح لي الاسم تاعو. المهم فترة الكاردينال والملكة الإسبانية إليزابيث، حيث تم غزو عديد من المدن شمال افريقيا ومنها الجزائر. كاين ناس بزاف ما يعرفوش باللي مدة الاحتلال الإسباني لمدن ساحلية في الجزائر دامت 3 قرون، من الفترة تحديدا 1492 إلى فترة 1792، شغل 3 قرون تقريبا، حيث تم احتلال جميع المدن الساحلية بداية بمدينة وهران المرسى الكبير. من ثم بدأوا الاحتلال تاع جميع البلدان الساحلية. في هذه المدة انتشرت هواية تربية الحسون كتربية لا غير. كانوا الإسبان في ذيك المدة يربوا الحسون ومازال ما طرقوش إلى التغاريد تاعو، خاصة في المستوطنين الإسبان ويهود الإسبان، إلى جميع الولايات الساحلية التي جاءت بفترة ما بعد الإسبان. بعد كي جات الفترة ما بعد الإسبان دخلوا الأتراك بقيادة الدولة العثمانية. الدولة العثمانية كيف جت؟ بعد استنجاد الجزائر بالدولة العثمانية، كانوا الأتراك في ذي المرحلة جد متطورين عن الإسبان في مجال تربية الحسون وأسس التغريد. كانت المدرسة التركية تعتمد على تسمية نقاط التغريد عن طريق التشبيه السمعي. شغل كانوا كل المقنين كي يدير هذاك الصوت يشبهوا، يقعدوا يشوفوا يشبهوا الصوت هذاك وينطقوا اللونطة على حساب التشبيه السمعي لأداء النطق. ثم جاءت فترة الفرنسيين، وخاصة الفرنسيين المولودين بالجزائر، البينوار هذوك، حيث اندمجت هذه التسميات وتشارك فيها كل من يهود الإسبان، كانت عندهم مدرسة أتراك وفرنسيين، وانتقلت التسمية إلى الجزائريين. كان واحد الجزائريين كانوا مخالطين، هذو الفئة كانوا يمتلكون مستوى فكري جيد، شغل أضافوا اللمسة الجزائرية لمحتوى التغريد، خاصة أنه امتاز الحسون الجزائري بالفصاحة في تلك المرحلة. شغل كان عندنا مقنين البارفا فصيح بزاف، حتى وصلت باللي الجزائريين يشاركوا في لي كومبيتيسيون، الجزائريين يقدم يدوهم يشاركوا في لي كومبيتيسيون في الخارج وتحصلوا على مراتب أولى، على خاطر المقنين الجزائري كان يسيل اللعاب لجميع الشغل. هذوك الأتراك والفرنسيين هذوك القدامى كان المقنين الجزائري يغويهم بزاف. على العموم مر التغريد على مرحلتين. المدرسة الأولى شاف فيها الأتراك واليهود، هذه المدرسة الأولى كانوا يعتمدون في التسميات. احنا ما عندناش المدرسة الإسبانية جاتنا كلمسة برك لتوظيف طرق وكيفية التربية، لخاطر احنا في الجزائريين كنا نشوفوا احنا متطورين شوية في الإسبان في تلك الحقبة ماشي دروك احنا رانا توالى. أما الإيطاليين كانت عندهم لمسة خاصة، كما يقول لك كان بزاف رواد التغريد الإيطالي، منهم ناتال، منهم كانوا هذو عندهم لمسة خاصة. كانت المدرسة الإيطالية أفضل من المدرسة الإسبانية. نرجع للدرس تاعنا، قلنا المدرسة الأولى كانت الأتراك واليهود كانوا يعتمدون في التسمية على نطق الطائر، أي مثل ما ينطق الطائر، مثل الجزرات، مصطلح من أصل تركي، الطاو طاو، تشيو تشيو إلى آخره. هذو كلهم كاين نقاط بزاف كما ينطقها المقنين ينطقوها، بصح كان عندهم شغل ترسيخ، ماشي معناتها المقنين يدقدق، لا كان عندهم برنامج وترسيخ للنقاط. المدرسة الثانية فيها الفرنسيين قلنا الأتراك كانوا كما ينطق المقنين يسموا النقطة. الفرنسيين اختلفوا. كيفاش؟ المدرسة الفرنسية كانوا يعتمدون على التسمية بحسب النطق، بل في الغالب كانوا ينسبون النقاط إلى طيور أخرى مثل العندليب، روزونيول. من بكري كانوا ينسبوا له الفرنسيين النقاط، ولا ثاني طائر واحد آخر الحداد، ميزونج. وكانوا هذه أولا كانوا ينسبوا إلى الروزونيول والميزونج، كانوا يشبهوا، مش يقول لك خدمها عليه، كانوا يشبهوا برك التقارب، مش كما دروك رانا وصلنا بها فعسة البقرة ومش عارف هذيك، خطينا من هذوك المصطلحات. هانا نحضروا على تشبيه الروزونيول وطائر الحداد. وكانوا ثاني أيضا يشبهوا للآلات الموسيقية مثل الأجراس، الكلوشات، رولمو كلوش ولا كلوشات، على الأجراس، الموندولين، آلة الموندول اللي تجي دايرة كما الجيتارة هذيك، الموندولين فيها الوتر الرقيق هذيك تسمع الرنان هذيك، آلة ولا الكستانيات. هذو كلهم مصطلحات ضمن المدرسة الفرنسية.
وثانو كانوا ينسبوهم لأصوات الحيوانات كما لاشيفر، يقول لك راه خدم لاشيفر معناتها صوت العنزة. مثلا خدم قالوبي مثلا صوت حافر الحصان. هذه المدرسة الفرنسية. هي على العموم المدرسة الفرنسية كانت أكثر شوية تمكنا من المدرسة التركية. فاش أكثر تمكنا؟ في كما يقول لك في التقييد. المدرسة التركية كان فيها انفلات شوية، لكن المدرسة الفرنسية كانت أكثر مقيدة على المدرسة التركية. ذكر نشوفوا في الجزائر من أوائل رواد التغريد في الجزائر الذين أطلقوا ولا أضافوا اللمسة تاع الجزائرية، لخاطر المقنين الجزائري عندهم مقنين كيما يقول لك حالة استثنائية. كان مقنين فصيح بزاف، فيه شخاري، فيه لادي سبيد، فيه مثلا تيوا وطيفالا بالبلا فراب، النوطات تاعو واضحة، فيه فرق كبير. واش رانا نسمعوا دروك؟ كان حتى الباصادة يعطيها حقها. كي يخدم لك باصادة مثلا كاكاجي ولا طوروجيو، كان يسمع طرجيو كاكا شغل، كان يخدم فصيح جدا. وكان الرواد المغرمين في الجزائر أضافوا اللمسة الجزائرية في القرن الماضي. هذو الأوائل، مش نحكوا على تاع التسعينات فيهم عليهم. القرن الماضي الذين يعتبرون من أعمدة التغريد، شغل هما الولا اللي يبداو يديروا الإطار ولا اللمسة الجزائرية. كاين عبد الرحمن التركي، هذا قديم في الميدان، هو جزائري من أصول تركية. عمي السعيد بوغامومو ولا بوقامومو، جيلالي ميباني، عمي شعبان، عمي موسى، مصطفى سيليكتو، مغيزلة، علي طابو، عبد القادر بدروز. منهم قاع ربي يرحمهم، الأغلبية تاعهم راهم في دار الحق، ربي يرحمهم. من هذا الدرس إن شاء الله جاتهم رحمة. اللي كان متمكن فيهم في هذو رواد تغريد، ولكن اللي كان متمكن، اللي كما يقولوا حنايا ضاع وسيطه بين هذو الرواد، اللي كما يقول لك كان هو اللي تقريبا عنده كما يقول لك اختلاط تام، وعنده تأطير وعنده تكوين وعنده كلش، هو عمي شعبان. لا خاطر كان نفرقوا بين حنايا انسان عنده لمسه تاع تكوين يقدر يكون انسان، وانسان يعرف الشون. كما عمي شعبان هو اللي كيما يقول لك هو المير فيهم، هو اللي يعرف التغريد. كيما يقول لك كانت عنده لا باز والقاعده. هذا عمي شعبان، هذا اللي كيما يقول لك اتفقوا عليه جميعا انه هو من اعمده رواد التغريد. الولايات السباقه في التغريد هي الجزائر العاصمه. مهما يكن الولايات الاخرين، انا نتكلم من تيارت، من ولايه تيارت، ولكن صراحه تقال كما يقول لك كي نبداو نهضروا بكل حياديه ومصداقيه ان الجزائر العاصمه هي السباقه في مجال التغريد. يجب ان ننوه ان الفضل الكبير في انتشار تسميه يعود للعاصميين، لبعض العاصميين، مش كاع العاصمه، مش معناتها كاع العاصمين. في التسعينات كنا نروحوا للحراش ولا نروحوا للجزائر، في الألف تلقى واحد يعرف التيواوطي. هذه صراحة تقال، معناتها العاصمين معناتها شغل اجتهدوا في كما نقول احنا ترسيخ أسامي النوطات، بالرغم أنهم كانوا فئة قليلة لا يتجاوز 20 شخص 30 شخص، إلا أن بصمتهم كانت كبيرة. تم انتشار بدا الشون يمشي في الولايات الأخرى مثل بالسكرة، بجاية، عنابة، وهران، بدا يمشي فيهم الشون. كيفاش بدا يمشي فيهم الولايات الأخرين؟ بدا يمشي في كاين عاملين، عامل الاحتكاك تاع الأسواق. كانوا يجوا كاع الأسواق يتاجروا المقنين، يجيبوا من الولايات المقنين يروحوا للجزائر الجزائريين، لخاطر في ذاك الوقت بدا يكمل المقنين في الجزائر، بداو يستنتجوا كما يقول لك يجوا يستنتج، مش عارف ما عرفش كيف ننطقها، استنجاد بالولايات الأخرين، لخاطر المقنين في العاصمة كمل كثرت عليه السيادة. بداو يجوا تاع الولايات يبيعوا في العاصمه، لخاطر الثمن تاعو زاد في العاصمه. مثلا في تيارت هنا المغنين يدير 20,000، رحنا ندير للجزائر نبيعوا ب100,000. بداو الاحتكاك، يروحوا للعاصمه يلقاو هذو الشيوخه. كي يلقاو هذو الشيوخه كان اللي يبيع له مقنين يوري له نوطه زوج شغل، بداو يحتكوا.
وثاني كان صرا أمر واحد آخر، هجرة بعض رواد التغريد في إلى ولايات أخرى. مثلا بسكرة كيفاش انتشر فيها التغريد، جاء شيخ من الجزائر سكن في بسكرة، جذر في بسكرة، بدا يوري الجماعة تاع بسكرة، وعاود شيخ الاخر سكن في عنابة، وشيخ الاخر سكن في مثلا في الطارف ميلا، شغل كما هكا انتشر التغريد في الولايات الأخرى في فترة التسعينات. هذه في فترة التسعينات. ولكن لازم ثاني نهضروا، ما نهضروش غير الجانب الإيجابي، نهضروا كان هناك أمر سلبي يجب أن أنوه إليه، أن الفئة الكبرى ولا الغالبية التي كانت تعرف الشون في سنوات التسعينات كانت تميل إلى كتم التغريد. كيما يقول لك ما يحلبكش، تجي كيما يقول لك ما يقولكش هذه مثلا جازرات ولا هذه قالوبي، ولا يخليك مع التربية. علاش؟ كان سبب الميول هو ماش نهضروا كاع، كاينين واحد كيما يقول لك شيوخه كانوا يجي والله يوري لك حتى يفرد لك مقنينك بعتوا له ولا ما بعتولوش، يفروا لك بالصح ويخبرك ويعطي لك الاجوبه. ولكن الاغلبيه كانت تميل الى كتم التغريد بسبب الميول التجاري. كما شو عنده عقليه يقول لك انا ما نحلبكش، باش مره اخرى كي تجيب لي مقنين نشري عليك ذاك المقنين، وهو مقنين مثلا يسوى 40 مليون ولا 30 مليون، انا نشري عليك ب 200,000 و 300,000 لخاطر كنا نحلبك ما تبيعوليش. لخاطر ما كانش عندهم هكا شغل نيه نفتحوا مدرسه ونشوفوا مجال تغريد، ما كانش عندهم نيه، كان عندهم ميول تجاري، كل واحد ربي يسهل عليه. الامر الذي جعل من التغريد يفقد مصداقيته عكس الدول الاوروبيه. شغل هكا كيما وقعش التحلاب، التغريد بدا يفقد مصداقية تاعو. هذوك 20 شخص ما وريوش العلم تاعهم، متوقف عندهم هذا العلم. كان اللي مات داه معاه للقبر هذاك العلم تاعو، كان اللي ما وريش. بدات الناس تفوصى، بدات الناس تخرج على كيما يقول لك القاعدة الحقيقية. قلنا الأمر الذي جعل من التغريد يفقد مصداقيته عكس الدول الأوروبية الذين تطوروا بفعل ترسيخ التغريد، بناء مدارس خاصة بالتغريد وإقامة مسابقات. منها غير هنا جارتنا مثلا المروك، دولة عربية. المغرب شغل الفروقات جعلت وجود فوارق. شغل هذا الأمر اللي حدث في الجزائر وتغريدة تكتم، وش صرا في التأثير في الجانب السلبي. كان هناك وجود فوارق في الولايات الجزائرية واختلاف في توحيد المرجع الجزائري. بدأوا هذوك يهضروا باسم أساميهم، هذوك يهضروا بأساميهم، هذاك يقول لك هم مش عارف، كل واحد ينطق على حسب لا خاطر عليه. شغل ما كانش اللي يجي يعطي لك يقول لك ها وين طريق الصحيح، هاي ما كانش. بدأوا تاع الشرق يديروا تسمية من ريصانهم، تاع الغرب يديروا تسمية من ريصانهم، العاصمين يديروا تسمية من ريصانهم. صارت فوارق في الولايات. نزيد نتكلم. راني ننقل في الموضوع بحيادية كبيرة وبعد دراسة معمقة. شغل مانيش نهضر أنا باش نجيب لكم معلومات، حتى تأكدت من المعلومات هذه والسيناريو كيفاش وقع، باش راني جاي نسرد لكم في هذا السيناريو. نحكوا على الدول الأخرى كانت سباقة في كما يقول لك ترسيخ وتوحيد المرجع ووضع تكوين خاص بمجال تغريد الحسون. منها كما يقول لك انتقال الى مسابقات، منهم المغرب شغل كانوا عندها ناس هكا متمكنين، داروا مرجع وداروا وحدوا الصفوف ويديروا مسابقات. كان المدرسة الإسبانية هي مدرسة الإسبانية متمكنة في ناحية الدواء والصحة تاع الطائر، ولكن عندهم مسابقات. ولكن الحقيقة تقال الإيطاليين كانوا أفضل من المدرسة الإسبانية بكثير، وكانوا قاعد يعتمدوا في التغريدة تاعهم على حسون البارفا. كما البارفا عندنا كما عندهم شيء، غير البارفا تاع شمال أفريقيا بارفا يمتاز بأرموني فصيحة ونوطات كما يقول لك خلابة، ويمتاز بالفصاحة. إلى هنا باش ما نكثرش عليكم ننهي الدرس تاعي اللي هي نظرة عامة حول تسمية تغريد الحسون. رانا راح نديروا في دروس ان شاء الله في القناه اكاديميه التغريد. الناس اللي مازال ما التحقتش بالقناه ولا اشتركوا في القناه، راني حطيت لكم الرابط باش قبل ما نبدا في الدروس ان شاء الله باذن الله. الدروس هذه نبداها للناس المبتدئين، مانيش راح ندير دروس مثلا مباشره نقول لكم باللي
نهضركم على قاعدة التغريد، وراح ندير دروس كيما يقول لك من البداية من الألف إلى نوصلوا حتى نبداو نفروا المقنين ونشوفوا النقطة تاعو. بارك الله فيكم وشكرا شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الواجب الوجود، دائم العطاء والجود، الموجود قبل كل موجود، والصلاة والسلام على حبيب